امام عاشور بقى بالنسبه للناس عماله تتكلم امام عاشور الاهلي يحتاجه. الاهلي محتاج امام عاشور، خصوصا بعد ما مشيان حمدي فتحي ورجعوا كده بالماتشات اللي فاتت. النادي الاهلي في قطعه ناقصه، يعني ديانج ومروان عطيه في حاجه ناقصه، في لعيب ناقص اللي هو مركز 8 كمان يبقى معاهم في خط النص، سواء كان امام عاشور، سواء بقى محمد رضا بوبو، سواء كان اي لعيب الاهلي هيتعاقد معاه. بس النادي الاهلي محتاج لعيب في مركز 8 بديل لحمدي فتحي، ده شيء لا غنى عنه في سوق الانتقالات ان شاء الله. بالنسبه طبعا اللعيبه في الماتشين، بماتش الداخليه وماتش الاسماعيلي، لعيبه النادي الاهلي لعبت عرضيات كتير، مفيش حد بيلعب بدماغه طبعا لان مفيش مهاجم اساسا. وطبعا العرضيات اللي النادي الاهلي بيلعبها دي هو عشان خاطر لعيبه النادي الاهلي مجهده، والانديه اللي بيلعبها بتبقى متكتله في الدفاع،